السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. صباح الخير او مساء الخير بالتوقيت اللي انتوا بتشوفوني فيه، بس انا بنزل الفيديوهات بتاعتي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر. ف براحتكم بقى. المهم، اللي لسه مشتركش في القناة يشترك في القناة، او واللي لسه معملش لايك يعمل لايك، واللي لسه معملش كومنت يعمل كومنت، وفي تفعيل زر الجرس عشان يوصله اشعار بان انا نزلت فيديو. على فكرة، الناس اللي مشتركة من زمان وما بيجيلهاش اشعارات تلغي الاشتراك وتشترك من اول وجديد، وكده هيجيلهم اشعارات من اول وجديد. لان في ناس اصحابي ما بيجيلهمش اشعارات مني، فده عشان هما ما بيدخلوش على القناة. ولو حد بيدخل على القناة اليومين دول ومش بيجيله اشعارات، يلغي الاشتراك ويشترك من اول وجديد، وان شاء الله هيجيله اشعارات. الفيديو بتاع النهاردة روتين في غرفة النوم. احنا هنظبط شوية تظبيطات كده. هنشيل الهدوم طبعا اللي عايزة تتطبق هنطبقها، والهدوم اللي على الشماعة اللي هي دي الحاجات الأساسية اللي احنا بنحطها، زي الفوطة، البورنوس، العبيان بتاعتي. حاجات معينة يعني ايه لازم تتحط على الشماعة زي ما انتم شايفينها كده. ما اعرفش ادخلها الدولاب مثلا. وهنجيب السرير في النص، ونخلي كومودينو هنا وكومودينو هنا. لان بقى ايه، انا غيرت نظام نومنا خالص في الشقة. اللي هو انتوا شفتوا الفيديو اللي فات، فيديو بتاع تنظيف الغرفة اللي كان فيها الكراكيب، اللي كان فيها السفرة. طبعا انا شلت السفرة ووديتها في اوضة الاطفال، ونقلت سريرين الاطفال، بس انا ما صورتش عشان كنا بالليل وبصراحة يعني ايه. الجو والله كان حلو ومساعد على ان انا اصور، بس انا كنت مكسلة. إيه ان انا مثلا اصور لكم السرير بتتفك وبتتركب في الاوضه التانية. هو كان هيبقى فيديو حلو قوي على فكره، بس يلا مش مشكله. المهم ان الاوضه بتاعت السفره دلوقتي فيها سريرين الاطفال ان شاء الله، وهتشوفوه بعد الفيديو ده. هعمل لكم روتين فيه عشان تشوفوا الاوضه بقت شكلها عامل ازاي. حلوه ولطيفه على فكره. والاوضه التانية رغم ان انا حطيت فيها اوضه السفره وايه تاني يا ربي، والجزامه والكراسي البلاستيك، اللي لسه فيها مكان كبير جدا. ما شاء الله ما شاء الله، يعني بجد الشقة اللي انا فيها كبيرة وحلوة ومساحتها عجباني جدا. وواخدة وفي براح كده عارفة اتنفس فيها واغير الاماكن بتاعة السراير يعني بقدر ان انا اغير فيها بصراحة يعني. ودي اكتر حاجة مريحاني وعجباني، ان انا عارفة اغير في شكل السراير دايما. اخليها جنب الحيطة، اخليها في النص. عندي براحة اقدر ان انا اتصرف فيه براحتي. هتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه طبعا. والكومودينيات طبعا بس وشها للحيطه كالعاده، عشان خاطر انا خايفه. عندي هنا قطط وفران بتفتح الادراج وبتطلع اللي فيها. فحفاظا على ما هو تبقى ده، لو لسه في حاجه متبقيه يعني نحافظ عليها من القطط لا تاكلها. القطط اللي هي حنبوز وطبعا والابله تاليا، هم دول القطط والفئران اللي في الشقه. اه، تاليا مستغربه بتقول انا. اه انتي. قول لاصحابنا اللي ما عملتوش لايك يعملوا لايك. اعمل لايك. اعمل لايك. وحمزة قول كمان يعملوا لايك واعملوا اشتراك. واعمل اشتراك. انستغرام. ستري يا قلبي. العيلة العيلة كلها هتبقى يوتيوبر فيما بعد. دول يا جماعة يوتيوبر المستقبل ان شاء الله. اه. المهم، نيجي بقى على ايه، على ترتيب الهدوم على السريع كده. وكالعادة انا مسرعه لكم الفيديو. طبعا مش السرعة الواو قوي، عشان ما ينفعش الفيديو يكون اقل من 10 دقايق. لو اقل من 10 دقايق ما ينفعش. فانا كان نفسي ان انا اسرعه عن كده، بس لو كنت سرعته عن كده كان هيقل عن 10 دقايق، وده مش حاجة مش كويسة يعني. المهم، ايه رأيكم في الإضاءة؟ على فكرة يعني الكهرباء كانت قطعة، وانا استنهزت الفرصة ان انا اصور وانا الكهرباء قطعة. علشان خاطر انا لما الكهرباء بتقطع بصراحة ببقى مخنوقة جدا. والله العظيم زي ما بقول لكم، بقيت استنس فرصة ان الكهرباء قطعت مثلا واقوم اعمل حاجة. الأوضة دي بالذات شوفوا، مجرد ان انا افتح الباب والشباك بتبقى الدنيا منورة وزي الفل، مش محتاجة رينج لايت خالص، والإضاءة بتاعها فيها حلوة قوي. والأوضة اللي جنبها بتاعة الأطفال برضو، اللي هي كانت بتاعة الأطفال اللي فيها دولاب الأطفال دلوقتي حاليا، الإضاءة بقى فيها حلوة.
دول بس المكانين اللي الإضاءة فيهم واو. الناحية التانية بقى اللي هو الوجه القبلي اللي هي الأوضة اللي كان فيها السفرة والصالة، الإضاءة فيها مش كويسة، أنا عارفة، عشان النور الطبيعي ما بيدخلهاش كتير. المهم أنا قمت قايلة ايه بقى، قلت ايه، انا هفضل قاعدة كده ومخنوقة والجو حر وقمت فاتحة الشباك والباب وقلت نتوكل على الله. الواحد كان حران وخلاص ما هوش طايق نفسه، بس قلت اشغل نفسي باي حاجة. ويا دوب خلصت تصوير الفيديو، اقسم بالله عايزة اقول لكم الكهرباء جت. مجرد انا خلصت تصوير الفيديو، لا ده الكهرباء جت، وفي اخر كام ثانية كده تقريبا، لان انا فاكرة انا شغلت المروحة في اخر الفيديو. الكهرباء الحمد لله بدأت ان هي تتظبط اليومين دول، وما بتقطعش كتير زي الاول، وبقى الواحد عنده استطاعة ان هو ماما بتستعد. يطبخ، يغسل، كده. والحمد لله يعني. الجو الى حد ما النهارده الجو كان يعني مش حر قوي بأمانة. حتى انا سألت امي قالت لي الجو النهارده يعني حلو مش زي كل يوم، رغم ان درجة الحرارة في الاربعينات بس مش زي كل يوم. فالحمد لله، يا رب يا رب يا رب درجة الحرارة توصل ل25. حلو 25 زي الفل، زي الفل والله. ويا سلام لو 20. لا انتوا عارفين انا بدأت ان انا احب الشتاء، بدأت ان انا احب الشتاء عن الصيف والله. الشتاء كده الدفع عفا زي ما بيقولوا، نتدفى وننام وخلاص. لكن الحر ده مش، ما نقدرش على الحر ده، لان ده اول مرة في حياتي في تاريخ مصر كله درجة الحرارة توصل لكام و40 لا، حياة صعبة بجد، الله المستعان. طبعا انا كنت بجيب المقشة بكنس كده تحت الكومودينيات. انا كان نفسي امسح بصراحة، بس انا على طول ماسكة الشرشوبة على طول بمسح، فالبلاط كان نضيف اساسا. بس انا كنت نفسي ان امسح معاكم، بس بجد انا كنت نفسي ان الفيديو يخلص بسرعة، كنت عايزة اخلص بسرعة، وقلت هو كده كده البلاط نضيف، مش لازم ان انا يعني امسحه. كنست كده على السريع بالمقشة، وكفى من شر القتال. مش كفاية ان انا بصور والدنيا حر ومن غير مروحة كمان، ليه يعني؟ هو ده عذاب؟ عذاب ليه بقى؟ فقلت ايه، يلا يا بنتي يا نجوى، شغل الهمة وشد الرحال وقولي يلا بينا. اللي كان مشجعني كانت تالية بأمانة. تالية لما بتلاقيني بقى انت تقول لي يلا يا ماما عشان نعمل ننضف نعمل كده. لا بس الجو يعني، شوف انا عايزه اقول لكم ان انا بمنتج الفيديو ده الساعه بعمل لايك بمنتجه الساعه 2 بالليل. كانت الساعه 2 بالليل امبارح، واول كانت نار والله العظيم. كنا بننام والشباك مفتوح، دلوقتي احنا فاتحين الشباك والكهرباء قطعه والجو جميل. الجو فيه نسمه سقعه والله العظيم. ايه الجمال ده؟ ده جميل جدا ما شاء الله. انا حاسه ان في تحسن ان شاء الله، حاسه ان في تحسن في درجات الحراره ان شاء الله الفتره اللي جايه، ودي بدايه مبشره والله العظيم. الحمد لله. لو لو درجه الحراره بتاعت النهارده تبقى كده كل يوم احنا راضيين والله. ودلوقتي الساعه 2 بالليل، كنا العيال بتستحمى وما بنشف لهمش يخلي جسمهم رطب كده، ونفتح الشباك والمروحه وكنا بنبقى حرانين وعرقانين. لكن دلوقتي ايه الجو ده زي الفل كده. المهم انا جبت السرير بقى في النص، وطبعا قلبت المرتبه. حته ان احنا نقلب المرتبه دي تبقى حلوه جدا. ليه بقى؟ المرتبه بتكون خلاص الوش بتاعها ده نام، فلما بنقلبها وشها كده العالي ده بنطلعه فوق كده، فتلاقي النوم عليه حلو ومريح. وفي نفس الوقت لما تيجي نفرش عليها الملايه بتتفرش اكنها مكويه بالظبط والله العظيم. فانا دايما كل ما اجي افرش لازم قبل ما اجي افرش الملايه لازم اقلب ال اسمها ايه دي، اسمي يا رب اسمها ايه، استغفر الله العظيم يا رب، المرتبه. تالية طبعا كانت هنا انا بتريح، مش عارفه بتريح من ايه، كانت تعبانه تقريبا يعني، كانت هبطانه. جبت الملايه وايه بقى، هشوف بقى. قعدت بجد فضلت شويه ادور على الوشوش بتاع المخدات
بتاعه الملايه دي ما لقيتهاش لحد دلوقتي، ما لقيتهاش، مش عارفه راحوا فين. فقمت قايله خلاص بقى ايه، بعد ما اقفل الفيديو هدور براحتي على وشوش المخدات. وقمت مركبه بامانه وشين تانيين لحد ما انا ايه اقلب بقى ضلفه الملايات براحتي كده وادور عليه. شايفين الملايه بتتفرش اكنها يا جماعه مكويه. مش هنعمل بقى زي الناس الصينيين بقى بيكوا الملايه بعد ما بيفرشوها، لا احنا ملايتنا مكويه طازه كده زي الفل، ولا محتاجين مكوى ولا بتنجان. يا سلام، ايه الجو الرومانسي ده يا جماعه، البلد كلها ضلمه والله بجد. على فكره يعني ربنا يستر ان الجو الضلمه ده، وخصوصا فترات طويله في الليل وفترات طويله بالنهار، ممكن السرقه تكتر اليومين دول. بجد ربنا يسترها علينا يا رب، وكل واحد يخلي باله من بيته، خصوصا في الفترات اللي الكهرباء بتقطع فيها. يعني الناس تحاول ان هي تاخد بالها من الموضوع ده. الواحد بيبقى مشغول ان هو العيال لا تستحمى، لا طب نعمل نقعد فين، طب وناسيين مثلا باب مفتوح، الكلام ده، لان بجد اليومين دول مفيش بركة خالص. يعني الناس كلها عمالة بتنهش بعض زي ما يكون خلاص احنا في اخر الدنيا. ربنا يسترها علينا. طبعا احنا وصلنا كده في اخر الفيديو. عايزه اقول لكم ان انا بحبكم قوي، والناس اللي بتتفاعل معايا وبتيجي معايا في اللايفات بحبكم جدا جدا. وطبعا انا عارفاكم اسم، واللي لسه ما عملش لايك لحد دلوقتي يعمل لايك، وقولوا لي كمان في الكومنتات لو عايزين تشوفوا يعني اجدد اعمل فيديوهات ايه انواع الفيديوهات اللي انتوا عايزين نقدمها كنوع من انواع التغيير كده في البيت يعني. تمام، احب اشوف اقتراحاتكم عليا، واشوف انتوا بتحبوا ايه الحاجه اللي انتوا بتحبوها طبعا، وانا اكتر منها، لان زي ما انا قلت لكم انا بحاول بقدر الامكان ان انا ارجع مستوى القناه اللي ضاع في خلال سنه ما بفتحش فيها وما بنزلش فيديوهات. مستوى القناه نزل خالص وهبط، فاتمنى انتوا تشجيعكم ودعمكم ليا.